الله الرحمن الرحيم. الله يجزيكم بخير سيدي بس هايله شاهد هايله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى سائر الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا يا أهل السلام وأزول. حقيقة ما أراه اليوم يثلج الصدر، وهي في الحقيقة رسالة صريحة وواضحة على أننا نحن أبناء هذا الوطن، وحينما أتحدث عن الوطن لا أقصد به الريف فقط، بل أقصد به كل شبر من أشباره. مهما اختلفنا ومهما كانت لنا من آراء وأفكار، ولكنها كلها تصب في مصلحة الوطن أولا وأخيرا. لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن. وجودي معكم اليوم حقيقة وأنا لست من الذين يبخسون الناس أشياءهم، كلمة لا بد أن أقولها للتاريخ: ما كنت لأكون اليوم معكم، ما كنت اليوم لأكون اليوم معكم لولا أولا فضل الله تعالى والمجهود. حقيقة أقولها وأجهر بها مصداقا لقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني إدارة السجون المتمثلة بالخصوص في شخص المندوب قام بمجهود كبير، وأنا أعرف جيدا ما، لأن الأمور ليست بالسهلة التي يمكن أن يتصورها أي إنسان حتى تصل إلى مدينة الحسين. وهذا الفضل يعود أولا لله ولشخص المندوب ولكل الأطر الذين اشتغلوا إلى آخر الساعات من أجل أن تتحقق هذه الأمنية لحضور جنازة والدي رحمه الله، الذي أسميه طبعا إذا قبلتم فضلا وليس أمرا أبو الأحرار والحرائر. لأن هذا الرجل نذر حياته في سبيل الوطن، وحينما أقول الوطن أقصد به صحراؤه وجنوبه، شرقه، شماله وغربه. نحن بارك الله فيك، نحن كما قلنا مستعدين لنقدم دماءنا على كل شبر من أشبار هذا الوطن. من الصعب جدا أن يتحقق هدف قبول التعزية من الجميع، ولكن حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إكرام الميت دفنه. الأب ديالي يتواجد في المستشفى، العائلة خصها تمشي للمستشفى باش تجيبوه، سيصلى عليه إن شاء الله في مسجد العتيق كما طلب منا والدنا، والدفن ديالو إن شاء الله سيكون في مقبرة المجاهدين، ومن تعذر عنه الوصول إليه إن شاء الله سيتحقق في المقبرة. ثم إن شاء الله من استطاع أن يحضر الجنازة فهذا شرف لنا، ومن تعذر فلكل الأسباب، ونحن نقدر ظروف الناس ومشاكل الناس، وربما قد يضيق الوقت ولكن وجودكم اليوم هنا هو انتصار للوطن.